السلام عليكم، يا اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده. انا اخوكم مدحت رمضان. بعد ما نوحد الله ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، خليني ابتدي حلقه النهارده مع حضراتكم باول رد من الممثل محمد رمضان بالفيديو على مهرجان كوتشيلا اللي عمله في امريكا واللي لبس فيه بدله راس. كنت سعيد كأول مصري بيغني في أكبر مهرجان موسيقي في أمريكا وفي العالم كوتشيلا، ولكن ده إن دل فيدل على أهميتنا وعلى أهميتنا كمصريين وكعرب وكأفريكانز، إن إحنا دايما مصر والوطن العربي، ما هو الوطن العربي إخواتنا وأهلنا وإحنا في دمنا، وقارتنا أيضا بنتناساها كتير، نيجيريا وغانا. ولذلك انا ما فيش سنه بتعدي من غير ما يكون عندي تعاونات. كوديفوار الحمد لله غنيت في افتتاح افريقيا في كوديفوار يناير اللي فات، وكان برضو اول مصري يغني في كاس افريقيا في دوله غير عربيه. زي ما شفنا كده محمد رمضان بيتكلم على مهرجان كوتشيلا، ولا في دماغه ولا شغله كل الناس اللي زعلت منه والناس اللي قالت له انت كنت سبب في اهانة مصر انك لبست العلم بتاعها على اللبس اللي لا يليق اللي كنت لابسه. مش شاغل باله من الكلام ده كله، والراجل بيتكلم بيحاول يقول لك يعني افريقيا واحنا بنشرف افريقيا، ولا عنده اي فكره ان الناس زعلانه منه، والجمهور بتاعه اللي كان بيحبه، بتكلم هنا عن الناس اللي كانت متابعاه، زعلانه ودمها محروق على اساءته في الاول لبلده ولدينه في الاول، وبعد كده لبلده، وبعد كده لاسمه بما انه شخص مسلم اسمه محمد رمضان. لكن الغريب في كلامه تحس كده ان هو بيتكلم كلام فلسفي اكبر منه، وده المعتاد عن محمد رمضان. يطلع دايما كده يقول لك زي ما كان بيتكلم قبل كده عن مش عارف نظريه ايه كده. اسمعوا كده حضراتكم. في نظريه علميه من الاف السنين بتقول لا تربط ثابت بمتحرك، فالدين ثابت. ما خدناش احنا نظريه عظيمه كده. لا تربط ثابت بمتحرك، الدين ثابت والسياسه متحركه ومتلونه. فالفكره في ان يعني ان فكره الحكم بالدين، يعني بفطرتي شايف ان ده لا مش صح. لكن مش ده اللي انا عايز اعرضه على حضرتك في حلقه النهارده. للاسف شفت مقطع غريب وسقطه اخرى للدكتور مبروك عطيه. شفت له مقطع وهو بيتكلم فيه على اللي عمله محمد رمضان. قبل ما نقول اي حاجه تعالوا نسمع الدكتور مبروك عطيه قال ايه. معاه فلوس، بياخد ملايين، عنده طياره، عنده اسطول عربيات، كل الزوايا، وتبقى نظره غائبه ما كان لها ان تغيب. مين نظر الى الفنان محمد رمضان على انه شاب مصري شاف الويل عشان ياخد دور يمثل فيه، وشقي وتعب ونجح؟ مين فكر في زاوية جاب هو سرقكو؟ محمد رمضان سرقكو؟ خد فلوسكو؟ نفترض الفنان محمد رمضان كان في دولة تانية غير إسلامية، وكم من محمد رمضان في هوليود، لا سمعنا ولا هنسمع ان المجتمع شغل باله باللي عنده. المجتمع اللي هو مش مسلم، اللي مش ماسك الشبحة، اللي ما بيصومش رمضان، اللي ما بيصليش تراويح، اللي لا يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ولا واحد فتح بقه. مش عارف يا دكتور مبروك عطيه حضرتك هتوصل بالسقوط ده لحد ما توصل لفين يعني؟ مين اللي قال لحضرتك يا دكتور مبروك ان الناس زعلانه من محمد رمضان علشان عنده فلوس يعني، او ان هو عنده فلوس وعنده عربيات؟ مين اللي قال لحضرتك الناس زعلانه على كده؟ الناس زعلانه يا دكتور مبروك عطيه من محمد رمضان لان محمد رمضان في الاول اساء لدينه بلبسه اللبس ده، وهو قدام الاجانب وقدام الامريكان ان هو مسلم واسمه محمد واسمه رمضان. فالناس زعلانه ان هو اساء لدينه في الاول، وكمان اساء لعلم مصر اللي هو بيمثل رمز الدوله، لابس العلم بتاع مصر على لبس لا يليق برجل ان هو يلبسه.
فبدل حضرتك يا دكتور مبروك عطية ما توجه له نصيحة، يعني يا دكتور مبروك عطية حضرتك بتهاجم الناس وبتنتقد الناس اللي زعلت، بدل ما تقدم نصيحة بما انك عالم ودكتور ورجل بتتكلم في الدين وشيخ، بدل ما تقدم لمحمد رمضان نصيحة وتقول له ان ده لا يجوز شرعا، لا يجوز عرفا، لا يجوز تقاليدنا وعاداتنا لا يجوز، بدل ما تقول له كده وتنصحه طالع تهاجم الناس اللي دمها اتحرق وزعلت بسبب إساءة محمد رمضان لدينه في الأول والبلده والعالم بلده. أنا هنا عايز بقى أعرض لحضراتكم الفرق بين راجل زي الدكتور مبروك عطية، وللأسف هو دكتور ودكتور في الفقه المقارن، وبين عالم يعني رجل علم بما يرضي الله وبيقول كلمة الحق الشيخ عبد الله رشدي، والاثنين على فكرة دارسين في الأزهر. تعالوا بقى نشوف الفرق بين مبروك عطية وبين الدكتور عبد الله رشدي وهو بيتكلم عن موضوع محمد رمضان وبيوجه له نصيحة تعتبر فعلا نصيحة غالية وثمينة من رجل من عالم دين. لكن ده لا يمنع ان انا اقول لك ان انت شخص مؤثر شئنا ام ابينا، وان انت فعلا فنان ناجح. اي حد هيجادل في الحتتين دول يبقى انسان من جوه عنده نفسنا، ما هوش انسان طبيعي ولا سوي. انت شخص مؤثر وتاثيرك ممكن يكون له وجه كبير ملموس بين الشباب وبين الناس في طبقات معينه وفي اجيال معينه، محدش يقدر ينكر ده. فعلا انت مؤثر وليك تأثير كبير. بس الحاجة اللي أنا عايز أقولها إن التأثير ده، إن ربنا يدي حد القدرة على التأثير في الآخرين، خلي بالك ده بيحملنا مسؤولية كبيرة قدام ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى هيسألني يوم القيامة عن شهرتي دي والعلم اللي ادهوني وأنا عملت بيه إيه، ووجهته للناس إزاي، وأثرت في عقليات الآخرين إزاي. وأنت برضو ربنا سبحانه وتعالى اداك النجاح في مهنة أو رسالة الفن والتمثيل، واداك إن أنت تكون مؤثر بين الناس. وهنا حد ممكن يجي يقول لي السؤال ده بيطلع على طول، وارجوكم ركزوا، ايه ده هو الفن حلال، هو التمثيل مش عارف ايه. المشكله يا جماعه تاني وقلتها قبل كده في فيديوهين فاتوا، مش في الفن ولا في التمثيل، المشكله في الماده المعروضه من خلال الفن والتمثيل. يعني لو انا عملت ماده اعلاميه او ماده فنيه لا فيها اسفاف ولا فيها عري ولا فيها الفاظ ولا فيها ايحاءات ولا فيها احضان ولا تلامس ولا قبلات ولا اي حاجه، ركزوا في كلامي، من اي مظهر، ركزوا في كلمه اي مظهر دي، من المظاهر التي ينهى عنها الشرع، يبقى اهلا وسهلا، ما عنديش معاه اي اشكال عمل زي ده. فارجع بقى الكلام مع حضرتك، ربنا اداك التأثير واداك الحرفية او الاحتراف في فكرة الفن دي. لازم تشوف الحاجات اللي انت بتقدمها، لانك ستلقى الله وستموت وتسأل عن كل اثر تركته بين الناس. ربنا هيسألك، ربنا قال وقفوهم انهم مسؤولون. واديك شفت الممثلين الكبار اللي ماتوا قبل كده قبلنا وسابوا ادوار سيئة وسابوا اعمال لا تليق، سابوا الحاجات دي ونزلوا القبر واكلهم الدود وتحولوا الى تراب، وبقيت اعمالهم شاهدة عليهم في موازين سيئاتهم. انا عارف ان انت راجل ابن بلد وجدع وشهم وتعبت كتير على ما وصلت، بس ربنا وصلك في الاخر، اداك الشباب واداك الوسامة واداك الشهرة واداك الاحتراف في العمل بتاعك، اداك كل اللي انت عايزه. فالسؤال بقى، انت قدمت ايه لربنا من الحاجات دي كلها؟ هل احنا عملنا عمل او قدمنا شيء تقدر بيه ان انت تقول لما توضع على فراش الموت ان شاء الله بعد عمر طويل وحسن عمل، تقدر تقول انا في عمل معين اجتنزته عند الله شيء ربنا يأجرني بيه؟ فاكر انت الادوار اللي انت قدمتها في مسلسلات كتيره؟ فاكر الاسطوره لما كنت شايل شعرك زيرو، كان الشارع كله ما شاء الله من الاساطير، الناس كلها كانت بتقلدك. حتى المشهد لما انت قلت له ده انت تمسك الشاشه مكاني بقى، انا مره حد بيسالني في الدين وبيتفلسف، قلت له لا ده انت تمسك بقى الميكروفون مكاني، وقعدنا نهزر واختبست المشهد ده منك. فانت ليك تاثير، ده شيء لا ينكر، لكن السؤال هذا الاثر اللي انت سايبه ده يرضى عنه الله الذي منحك كل هذه الهبات؟ يعني انت سايب حاجة ربنا يرضى عنها ويحبها، ولا سايب حاجة تكون ترة او في موازين سيئاتك يوم القيامة؟ ده السؤال اللي احنا كلنا، مش حضرتك بس، كلنا لازم نسأله لنفسنا. مش هتخسر حاجة لو قررت ان انت بعد كده تعمل عمل فني وتجيب شيخ، وانا بقول لك اهو، او حد عالم في الدين، وتجيب حد تربوي ناجح وتقول لهم يا جماعة اقعدوا معايا في كل مشاهد الفيلم ده او المسلسل ده، انا عايز اطلع حاجة قدام ربنا اقول له يا رب انت حطيتني راجل بعرف امثل، بس انا لا عالم في الدين ولا عالم تربية دكتور تربية، انا جبت معايا ناس متخصصين عشان اطلع عمل يرضيك، وتقعد الناس دول معاك في كل المشاهد بتاعتك، وتطلع في النهاية عمل تشعر ان انت به ارضيت الله. ده
يشكرك الله عليه ثم يشكرك الناس عليه، والدنيا كلها هتكون فرحانة بيك لو انت عملت حاجة زي كده، بدل من مشاهد العنف والإغراء واللي فيها إيحاءات والكلام ده كله. دي ممكن تجيب ترندات قوية جدا، بس الترندات دي لن تنفعنا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. عتبي عليك في اللبس اللي انت كنت لابسه، انت راجل ما شاء الله محترم وابن بلد ومصري وشهم، وما ينفعش ان واحد زيك يلبس حاجة زي كده تحت اي بند من البنود. الناس بعد كده منتظر الشباب بقى يطلعوا يقلدوك يلبسوا بقى لا مؤاخذة، يعني ما ينفعش، واخد بالك؟ وهيبقى لك انت الاثر السلبي ان انت نشرت حاجه زي دي بين الشباب، زي اللي يلبس حلق في ودانه، ده ما ينفعش، اللي يلبس انسيالات ويلبس خلاخل ويلبس بتاع، كل دي من زي النساء. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام نهى الرجل عن ان يتشبه بالمراه، ونهى المراه عن ان تتشبه بالرجل. الراجل لما يلبس الحاجه بتاعته اللي تدل على خشونته وذكورته وقوته، ده يكون شيء محمود، يعني حاجه حلوه بالنسبه له كراجل. لو ست تقمصت مال الرجل تبقى مذمومه، يقول لك ده مسترجله. كذلك الرجل لو لبس الحاجه بتاعت الست يقول لك لا ده متنسون، الراجل ده مش لطيف. فاللي عايز اقوله لحضرتك والكل اللي بيسمعني النهارده، ان اي حد مشهور ربنا اداله شهره واداله يعني من كل ما يريده من الدنيا، في بقى عليك دور انت هتعمل ايه في الناس، الاثر اللي انت هتسيبه في قلوب الناس ايه، المعرفه اللي انت هتمنحها للناس ايه. وانت راجل زي ما قلت لك في الاول ما شاء الله ربنا اداك من ده كتير. اللي هيجادل في حته زي كده يبقى يا مريض نفسي يا منفسن يا اي حاجه من الحاجات دي. وممكن تلاقي حد بيجادل هتلاقيه كان زمان بيحبك، بس بدا يتضايق من بعض التصرفات الاخيره اللي شايفك ان انت بتعملها. وانا مش عايز ان انا يعني احصي عليك الاخطاء، كلنا بنغلط على فكره، وكلنا فينا جانب كويس جانب ايجابي وجانب سلبي، وانت واحد مننا، فاكيد زينا في حاجات حلوه بتعملها، في حاجات سيئه بتعملها، في حاجات ترضي الله، حاجات لا ترضي الله، وانا كذلك. محدش فينا يعني ايه احسن من التاني، بس بنحاول ان احنا اللي لقى اخوه ممكن يغلط او هيميل يقوم يسنده ويقول له كلمتين حلوين يمكن ربنا ينفعه بيهم. قبل ما اختم، في مقطع انتشر لمحمد رمضان وهو بيتكرم، زي بيظهر المقطع دلوقتي جنبي وانا بتكلم زي ما حضراتكم شايفين. دي مش اول مره محمد رمضان يلبس اللبس ده، لابس برضو عريان ولابس حاجه شبيكه كلبس الحريم بالظبط، وهو بيتكرم وقدام الجمهور وقدام الاعلاميين وفرحانين بيه ومبسوطين بيه. انا عرضت المقطع ده ليه؟ عرضته وتقريبا التكريم ده معرفش كان في دبي ولا كان فين. المهم انا عرضت التكريم ده ليه؟ علشان اقول لحضراتكم هو ده محمد رمضان من اول ما بدأ لحد دلوقتي، وللأسف الناس هي اللي عملته. يعني حضرتك لو شفت محمد رمضان في الشارع بعد اللي عمله ده، انا متأكد ان حضرتك هتجري عليه، يعني الا من رحم ربي، هتجري عليه وعاوز تتصور معاه وتفتخر ان انت اتصورت مع محمد رمضان. الراجل لما يشوف كده في الشارع والناس كلها بتجري عليه والناس كلها بتتابع اعماله وبتستنى اعماله، فطبعا مش هيحط في دماغه اي حاجه مسيئه عملها، ومش هيحط في دماغه ان الناس زعلانه منه. قولا واحدا يا جماعه، الخلاصه هقولها لحضراتكم، اللي عمل محمد رمضان واللي بيعمل غير محمد رمضان هو الجمهور. فحضراتكم زعلتوا من محمد رمضان او عمل حاجه زعلتكم او اساءت لدينكم او اساءت لعروبتكم ومصريتكم، فالحل ان انتوا تقاطعوا محمد رمضان، وعلشان تصوبوا له طريقه تقاطعوه. احنا قاطعناك لحد ما تلتزم وتقدم حاجه تناسب ديننا وتقاليدنا وعاداتنا. هي دي الخلاصه، يعني اللي نجح محمد رمضان هو الجمهور، واللي قادر يخلي محمد رمضان يعيد حساباته مرة تانية هو الجمهور. ربنا يهديني ويهدي محمد رمضان ويهدي الناس كلها، اللهم امين. تحياتي لحضرتك لو وصلت معايا للثانية دي من الفيديو، واشوفكم في حلقة جديدة قادمة. ولحد دلوقتي ده بسيبكم في رعاية الله وامنه وحفظه. كان معكم اخوكم مدحت رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.